البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه، البرنامج اللي بيقولوا عليه ده ايه ده؟ مساء الفل ومساء كل حاجه حلوه يا جماعه. الطريق مرعب، يعني انا بعتذر لكم على الهوا طبعا، بس اكيد الناس اللي في الدائري عارفه اللي جاي من هقول لكم من التجمع مدينه نصر او المعادي. اصلا وصلت انك توصل من التجمع او مدينه نصر للمعادي دي كارثيه. كان في حادثتين النهارده كبار جدا على طريق الدائري شناع. احنا بقالنا 3 ساعات و12 دقيقه احنا عمالين نحسب يعني في الطريق، وكل شويه بيزود. احنا ما اتحركناش، يعني ماشيين مثلا على 10 نمشي ونقف. لو انت راجع يعني كل الطرق دي، لو انت طالع على زايد او طالع على مدينه الانتاج، طالع على 6 اكتوبر، انسى الدائري، انساه وانت رايح. لو رايح من المناطق دي وانت راجع الدائري سالك جدا ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، يفضل كده بدل ما نبوظه خالص وبعد كده نقعد نعيط. بس يا جماعه انا شفت كميه حنيه، يعني شوف انا عملت ايه في خالد عريش وسرقت شنطته وخبيتها، لكن هو اتصل سال عليا. حنان المذيعين على بعض بيعادل حنان الام بجد. انا عايزك شكرا يا خلوده والله، وما تقرفناش معاك لان احنا اساسا قرفانين حلقه النهارده عن الاعتذار. انا بعتذر لك. شوف انا بدات، مع ان انا عارفه انك تسمع برنامجي وبتاخد نوتس وبتكتب عشان تتعلم وكده، وانا عارفه ان انا واحده من الناس اللي ساعدتك انك توصل يعني انا نفسي اقول المكان اللي انت فيه، لكن انا مش عارفه انت في مكان ايه، بس انا ساعدتك انك توصل. مفيش فايده والله يا خلوجي. انت جميل يا خلوجي والله يا ابو ميمه. بصوا بقى النهارده هنتكلم عن حاجه وهي جايه في وقتها، عن الاعتذار. يعني عايزين الفتره اللي جايه حد يعزمنا على قهوه ويعتذر لنا. هتعتذر لي على ايه معرفش، بس هو الشتا بيحب الاعتذارات وبيحب القهوه. يعني لو قلت لك كده، لو حد هيعتذر لك على ايه؟ على سنيني، على عمري اللي راح، على كل الحاجات دي. انت لازم تقعد تفكر، طب ايه الاعتذار اللي كنت مستنيه وما جاش؟ طب ممكن تطلب من حد ان هو يعتذر لك فعلا، يعني ممكن تقول لحد مثلا انا زعلان فهو يقول لك انا اسف فانت تقول تمام. طب في ناس بتكرهك في الاعتذار، وفي ناس بتعتذر عشان تخلص. انت من انهي نوع؟ في ناس تيجي تعتذر لهم يقعد يعاتب ويتكلم. يا عم ما قلنا سوري، بس انت بوظت لها حياتها. ما انا قلت سوري، لا طالما قلت سوري يبقى عداك العيب، معروفه. طب في حد بيقول لك ايه بقى، الاعتذار قوه ولا ضعف؟ يعني في ناس بتعتبره قوه، يقول لك انا كبير وبتاع. في ناس تعتبره ضعف، يا عم ده ما انا لو قلت له سوري ولا اعتذرت له ما هو كده بقى ما هيصدق وهيقرفنا في عيشتنا ويقعد بقى كل شويه مش عارف ايه. انت بتفكر فيها ازاي؟ بس عايزه اونست، يعني عايزه الحقيقه، مش نقعد بقى عشان كلام بقى احنا طالعين على الهوا فلازم نبقى ملايكه وبتاع. لا، ما انا مش ملاك، ده انا فيها العبر. فانت بقى بتقعد تفكر فيها ازاي؟ طب في غلطات ما ينفعش فيها اسف او اعتذار، ولا بتعديها، ولا لكل قاعده استثناءات؟ بيبقى في استثناءات كده. تعتذر عشان تكبر دماغك؟ طب انا لو هعتذر لك على حاجه، عارف اللي هو كده، محتاج حد يعتذر لك على ايه؟ اعزمني على قهوه واعتذر لي. 1927 ده رقم الSMS. ممكن تكلمونا على 3835 او تبعتوا لنا كمان على ميجا اف ام 92.7. ممكن تبعتوا لنا على تويتر هاشتاج البرنامج اللي بيقولوا عليه. مخنفه كالعاده، الشتاء كله هيبقى برد بقى. 1927 ده رقم الSMS. ممكن تكلمونا على 3835 او تبعتوا لنا على ميجا اف ام 92.7 او على تويتر هاشتاج البرنامج اللي بيقولوا عليه. محمد يا شعبان، ما نجيب لك بقى سندوتشات كبده وسجق بقى. اول كومنت قالك لكن تاني مره، اخيرا طلعت الاول لتاني مره. قالك وعايز اغنيه، يعني مسي عليك، اديك سلام للمحميه. اديك سلام ايه؟ اديك سلام ولعت بس. يلا بوظ الاغنيه. يلا مبروك وعقبالي. نوسه بجد بيهنوا بعض، يعني لو كسبت انتخابات مجلس الشعب هتعمل فينا ايه والله. وعايز اغنيه. في هبه كمان، بسلم عليك يا هبه. مين اللي عايز؟ ما لحقتش اول كومنت. قلت الحق اول لايك وشير. يا سلام يا شوش، الله يسلمك يا حبيبتي. علي ناجي بيقول لك احنا محتاجين حد ياخد فينا العزاء، حته واحده يعني، مش هيعتذر لنا. لا هبه عبد الله، الله يسلمك يا حبيبتي. لك ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل من على رقم الSMS 1927. بتقول عايزه يوم فاضي من اول النهار ترصلي لستة الناس اللي مستنيه منهم سوري. لا قولي لنا 1 2 كده. يلا مستني اعتذار من مين وقهوه. رقم الSMS 1927. لسه بنتكلم في مستني من مين اعتذار وقهوه. رقم اخره 552. 10 سنين خلاص تعبت، ضربه ليا مش هقبل عنه اعتذار، وجهي كلمه اللي بيضرب مراته. لا هو ده ما بيتوجهلوش كلام، هي دي مش رجوله، يعني دي مش صفه، ما فيهوش ريحه رجوله. وبرضه اقول لك على حاجه، ما تزعليش مني،
العيبة على اللي ما وقفتلوش من اول مرة، العيبة على اللي ما خدتش بعضها من اول مرة وقالت له انا اسفة مش هقبل كده تاني، او قالت له مش هكمل حتى لو كان تهديد. العيبة على اللي سكت، اللي بيضرب ده مفيش امل فيه. انا معرفش ظروفك ايه ومعرفش انت عايشة ازاي عشان اقدر انصحك، بس اقدر اقول نوجه كلمة اللي بيضرب مراته انت يعني انت عارف يعني فاهم، ما لفكش صفات الرجولة، خس قوي فاهم، ما تتشطرش على الضعيف يا انت عارف انت ايه. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. عجبتني قوي، قالك انا محتاج حد يعزمني على قهوه ويعتذر لي. عملتها في حد من صحابي، ريم بتقولي انت عملت فيا كده، قعدت تقول لي سوري. طب سوري على ايه؟ انا مش عارف يا هبه. نعم انا فكرت ابقى عيله واقفل. ليه يا هبه؟ مين هيعتذر لك وهتعتذري لمين؟ رجعت في كلامي قلت هقول بقى ليه يا هبه؟ ليه بقى؟ ايه؟ نعم. هتعتذري؟ مين هيعتذر لك؟ طيب بلاش انت انت تعتذري. هتزنقيني بقى وحاجات كده. لا طب جربي جربي ومش هزنقك قوي. ها مين هيعتذر لي وانا هعتذر لمين؟ لا انت مين هيعتذر لك؟ انت طبعا ضحيه على طول لا وانا مش ضحيه على طول، لا انا ضحيه نص نص. مين هيعتذر لك؟ عايزه اسامي ولا عايزه اشخاص؟ يعني قولي حد مثلا. كريم. كريم ايه؟ خلاص حد تاني. ما انا عرفت، بس اقول كريم مين؟ كنا هنتجوز وهو اتجوز. اتجوز صحيح. كنا هنتجوز وهو اتجوز. طب عايزه تقبلي يعني، عايزه الاعتذار يبقى ماشي ازاي عشان تقبليه؟ عايزه الاعتذار يبقى ماشي ازاي عشان بصي هو انا ايه النص الاعتذاري عشان يقول لك انا اسف ان انا اتجوزت حد تاني وشغلتك وضيعت لك وقتك والناس كلها كانت عارفه؟ طب مش عايزه سوري، بس في حاجات في الحياه بتكوني عايزه تفهمي يعني. طب ولو فهمتي هترتاحي؟ لو فهمت هرتاح؟ هرتاح. طب لو فهمتي ان هو ما عندوش اي ضمير، فاهمه يعني ان هو يعمل كده وما عندوش مبررات حتى؟ ربنا معاه بقى، هو تعبان بقى. انا بقى بقول لك هو لا مش قصدي هو، قصدينا بدايه، هو انا قصدي عموما في الحياه، فاهمه يعني. لو حد بيعمل كده او لو حد بيختفي او لو حد، هي من ناحيتين، اللي بيعشم ويجري واللي بيختفي يعني. مثلا لانه في مسج جات لي، طب لو الست ضربت جوزها تبقى مش ست يا جماعه، هو ما فيش، هو ايه اللي هيبقى عندي الست عادي والراجل لا؟ هو مش خيار وفقوس. لو الست ضربت جوزها هي دي ست اساسا. انا مش شايف اياتها ست، ما خلاص كده انت كده خلصتيها. طب ما هي ضربته ليه؟ عشان بيضايقها ومش عايز يشرب القهوه بتاعته. مش هيبه. لا والله ما كانت فيها، هي ضربته ليه؟ ما هو جات لي مسج انه في راجل بيضرب مراته. انت بتضربني فانا هضربك مش هتخلص كده. ثانك يو، نورتيني يا هبه. ميرسي يا ابوك. باي باي يا حبيبي. باي. لا صعبه طبعا. كذا مسج. بصوا يعني تبعت كام؟ 7 مسجات هما كلهم نفس الواحده. مستني اعتذار وواحد قهوه من يحيى ابن عمي عشان بوظ لي شغلي. لا انا عايزه اسمع بقى، يحيى ده بوظ شغلك ازاي؟ محتاجين نتكلم. هعتذر لامي من اكتر من 15 سنه اني ما قدرتش اعمل حاجه بس فات الوقت. طب انا عايزه اسمع على فكره، انا دي بقى انا عايزه اعرفها عشان يمكن انت تاخد ثوابنا واحنا نكون بنعمل حاجه في امهاتنا واحنا مش واخدين بالنا. يعني هو احنا من ناحيه بنعمل فاحنا بنعمل. انا عايزه اعتذر لك عشان جبتيني ياما. جبتيني ليه بقى؟ وتسيبيني على نفسك في بنت ايه؟ 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 38 البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. كمامتك، كحولك، حاجتك كلها. او نرش قبل ما نطلع هوا عشان ايه؟ ربنا يبارك لنا كده. 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 38356962 او تبعتوا لنا بقى على الفان بيج ميجا اف ام 92.7 او على تويتر هاشتاج البرنامج اللي بيقولوا عليه. بيقول لك ايه بقى؟ عجبتني قوي، لقيتها مكتوبه. انا وياسمين ايه معدة الحلقه الجميله حبيبه قلبي. يلا اما نعمل حلقه. نفسي حد يعتذر لي ويجيب لي قهوه.
طب لو حد هيعتذر لك على ايه؟ طب اعتذار ده قوه ولا ضعف؟ انا مش عايزه كلام انشا، عايزه الحقيقه. انا في ناس مثلا انا اعتذاري ليهم ضعف، في ناس اعتذاري ليهم يزيدني قوه احيانا. فانا عايزه اسمع بقى يا هبه. الو هبه عثمان. يا مساء السعادة عليك يا أحلى نعناع. مساء الفل يا حبيبتي، بتكلمينا من السودان ها؟ طلع لي برايفت نمبر يا هبه، بتخوفينا. قولي رقمك على الهوا يا حبيبتي، اتفضلي. هبه عايزه مين يعتذر لك؟ هو أنا برأيي الاعتذار هو قوة، وأنا بحياتي يعني دايما بحاول جاهدة قدر الإمكان إني ما أزعل حدا بحياتي. انت مزعله مصر والسودان كلها يا هبه، انت سبتي حد؟ أنا هقول لك حاجة، أنا اللي مزعلاه ده هو حيعرف من الشر اللي أنا هقوله، وبعتذر. أنا مع إني ما أنا السبب الأول، يعني أنت مزعله مين؟ طيب انت مزعله مين؟ مين؟ ما في داعي أعبر لك عن حبي بهدية. عن حب مين؟ لأنك أنت أغلى من الهدية. عن حبي أنا يا حبيبتي. طب انت مش بتردي على اسئلتي ليه؟ طب ردي على اسئلتي وبعد كده قولي لي بقى الشعر بقى، قولي لي اللي انت عايزاه. ما انت اللي متصله، هعمل ايه؟ اكمل الشعر يا شاري وانت هتعرفي مني. هتكملي الشعر؟ ما هي ايام سودة. اتفضلي يا استاذه هبه. على شتيتي هعيده مره ثانيه. ما في داعي اعبر لك عن حبي بهديه. لانك انت اغلى من الهديه. هديتي لك راح تكون هديه معنويه، وانك تضلي فخورة فيا على فيكي أروع علاقة مبنية ود وصداقة وحنية. ضلك دايما قريبة مني ليا وما تبعدي يوم عن عينيا، لأنك بالفعل بتستحقي لقب الأم المثالي. أنا بدي أعتذر منك مع أنه أنت السبب يا ماما، بس بحبك جدا. دي مامتك ولا مين؟ مزعلة مامتك يا هبة؟ مزعلة مامتك يا هبة؟ وايام سودة زي ايام سودة. طب ما تروحي تصلحيها يا هبه. يا هبه ما هم بيكبروا يا حبيبتي، هم بيكبروا خلاص، الادوار بتتقلب، انت فاهمه يعني. هم بقوا قدنا واحنا صغيرين، واحنا بقينا قدهم لما كبرنا، وهي بقت عيشه صعبه، بس الا بر الوالدين. ما انا هو بساعد ياهم. طب ما تروحي تصلحيها يا هبه. ما انا هو بصالحها على الهواء، خليها تسمع وتظل حدا يبعث لها اياها. ماما صعبه كثير يعني، ما مش حتى لو صعبه. هي بتحب ايه؟ بتحب الورد؟ بتحب الشوكولاته؟ ماما بتحب الاحمر. طب ما تجيبي لها، هاتي لها ورد احمر وروحي لها وهديه حمراء، محفظه حمراء. حاضر من عيون. مش هينفع، مش هينفع. اقول لك على حاجه يا هبه، لو لا قدر الله، ايوه حتى لو هي مزعلاكي، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها انا بتبقى امي اللي مزعلاني وامي اللي غلطانه وامي اللي عامله، واروح اقول لها معلش وما نايمهاش زعلانه. مش جدعانه، مش شطاره. انا بقول لك يا ماما على الهوا، اول مره بعتذر بحياتي، انا اسفه. روحي قولها في وشها. حاضر. ما فيش حاجه اسمها كده. حاضر. تروحي تقولها فوق اللي هطلع اقول لك على الهوا. بقول لك ايه، انا بقول لك على الهوا انا بعتذر يا عم، يلا بقى خد الاعتذار، ما خدتوش انت حر، يلا ما انت تقرفوناش. طب بعتذر لك عندي راح. طيب واللي جاي وايام ما قلنا سوري ما تقرفوناش عشان خاطري يا موهبه. انا اقول لها عشان خاطري يا موهبه، لو كان ليا خاطر عندك تديني الثواب وتصالحيها. حتى ما فيش حاجه اسمها انت هي غلطت، بس هي ما كانتش عارفه هي غلطت في ايه. عرفيها غلطها بالراحه، بس الزعل مش حلو. لو حد فيكم جرى له حاجه وانتوا زعلانين من بعض، هتبقى العيشه انيل. شكرا. حاضر. ميرسي يا هبه، نورتيني يا حبيبتي. نورتيني يا روح قلبي، تسلمي. باي باي. باي باي. بحبك. وانا كمان يا حبيبتي. باي باي. لا ده الا الاهل، ده احنا والله العظيم ربنا يعلم على اللي بنمر بيه. انا عايزك تروق كده وتهدى وما تقرفناش معاك، ده انا احنا اساسا قرفانين ومخنوقين. والله العظيم، وبعدين ما بيقدروش، فاهم؟ بس سيبكم من كل حاجه. يا عملت شعر جميل، قصيده شعريه كتبها خلف الدهشوري. خلف ايه ده؟ مصطفى جابر من على الفان بيج. انا اللي محتاجه اعتذر لوالدي الله يرحمه واقول له انا كنت مقصر معاك. الله يرحمه يا حبيبي. في كمان نوسه، انا ما عندي مشكله اعتذر لاي شخص غلطت عليه، ولا اشوف فيها حاجه لما اعتذر بالمقابل. لما حد يغلط معي انا اعتذر الاعتذار غصب عنه. قويه وبقبله عادي، المهم يعتذر ويحس بغلطه. ميزانيه قوي. قويه ميزان. نوسه، انا كنت مستنيه اعتذار من واحده ولا اعتذرت ولا الهوا، اضطريت ابعت لها انا واكلمها. حلوه اهو، في استثناءات. ده ليه يا خالد؟ مين هتعتذري لمين انت؟ ابو يوسف وصوفيا يقول لك لازم الاعتذار يكون وقت الغلط، لازم يكون في اعتراف بالغلط، وده اهم من الاعتذار.
يكون في شعور بالندم وعدم التكرار يعني. مش لازم يعزمني على قهوه لان اللي فوق ده اهم. لا يا عم انا المهم القهوه. هبه عاكف انا عقرب. انا عقرب ميزان ومكتوبه عقرب قوس، فاهمه؟ فانا مش عارف، انا من حشائش السفنه بتطلع كده. الاعتذار قوه طبعا، عمره ما كان ضعف، بس اعتذار الناس معينه مش اي حد يعني. دي شوشو. وعملوا ديبيت هي وهبه. انا احب اشوف ايه الجدل اللي بيبقى بسيط ده وفي الاخر يروحوا ضاربين بعض. عايزه اعتذر لنفسي واعزمها على حاجات كتير قوي. ده احمد. ما تقولنا حاجه من الكتشير. لو قلنا الصراحه انا المفروض اعتذر لمراتي عشان لما سالتني عن حبيبتي مرتين. لا انا عايزه اسمع دي. واو، الانتظار بيفسد الاعتذار. ده ابو يوسف يقول لك لازم تبقى وقت الاعتذار. انا بابا وحشني قوي بس هو في السما دلوقتي، ربنا يرحمه يا حبيبتي. معلش يا رب، يا رب يصبر قلبك ويعوضك. يا حسن انا عيانه فعلا. قال لك صوتك مرهق. ويا حسن انا بمعدل كل شهر في الشتاء لازم يكون عندنا برد. مناعتي صفر ضد البرد، وكنت رايحه اخد المصل وما لحقتش. كان لسه فايقه بالبرد رجع تاني. لا انا بردي لما بيقرب عليا قلبي داب يا هوا. بيقول لك ايه بقى؟ دراسه كده بتقول لك ان في جمله بتقول نحن جميعا نخطئ في بعض احيانا، لذا فان معرفه كيفيه تقديم الاعتذار اعتذار صادق فعال يعني بيعبر عن ان انت فعلا ندمان، مهاره حياتيه بتستحق التنميه. دي جمله بدات بيها كاتبه امريكيه اسمها بيكي ستريب. قالت لك ايه بقى؟ مقالها اللي عملت فيه دراسة عن 6 خطوات للاعتذار. قسمت الخطوات دي لاعتذار مراحل. يعني مراحل دي هي انك تقول ايه بقى؟ بصوا بقى المفروض الواحد يعتذر ازاي. انا اسف، تشرح ان ما كانش قصدك، ده رقم 2. 3 تقول ايوه انا غلطت، الاعتراف بالمسؤولية. نمرة 4 تقول ان انت ندمان، تعرب يعني عن ندمك، مكسوف اني عملت كده. رقم 5 الاصلاح، ينفع اصلح اللي انا عملته او ايه اللي يرضيكي. رقم 6 طلب الغفران، ممكن تسامحني وانا مش هكررها تاني عشان ما يبقاش حياتك مش تمام. سهله اهي. يبقى قلنا 5 خطوات. انا اسف، اشرح موقفك ان ما كانش قصدك. رقم 3 انت فعلا غلطان ومعترف بالمسؤوليه. رقم 4 ان انت مكسوف يعني وبتعرب عن الندم ومكسوف من اللي حصل. 5 انا بحاول اصلح وايه اللي يرضيكي او ايه اللي يرضيك وانا اعمله. رقم 6 طلب الغفران، وانا طبعا يعني طمعان في كرمك وكرم اخلاقك ان انا لما زعلتك عارف ان انا غالي عندك ومش هتزعلي. سهله اهي. 1927 ده رقم الاس ام اس. قال لك ياما ناس كتير لابسه لكن جليله الربايه خلف الدهشوري خلف. 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 38355962. مستني مين يعتذر لك ويقول لك ايه. طب اعتذار ده قوه ولا ضعف؟ وانا مش مستني من حد اعتذار يا اخي، انا لا عايزه اشوفك ولا عايزك تعتذر. اكذب عليا. البرنامج اللي بيقولوا عليه مع سالي عبد السلام على ميجا اف ام. البرنامج اللي بيقولوا عليه. انا عايزه حد يعتذر لي ويعزمني على قهوه. عمرك فكرت كده؟ عمرك فكرتي كده؟ ليه بقى فكرت كده؟ وعايز مين اللي يعتذر لك؟ 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 38355962. الو يا احمد. الو، ازيك يا احمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. احمد انت بتشتغل ايه يا احمد؟ في الغزل والنسيج. تعالي شاركيني بقى. طب انت بتصنع ايه؟ قماش ايه؟ نوعه ايه؟ قماش، جيوب، مناطيل، ستان. عندك دونتيل شنتيون؟ ايه؟ دونتيل ده مش موجودة عندي دي خالص. ايوه لا فرنساوي ده، معرفش اسمه دونتيل ايه ده اللي بيقول لك غالي قوي ده يا عم ده. يعني انت بتعمل كله بيروح سوق الحد. كله بيروح يجيبه من وكالة البلح. من وكالة البلح سوق الحد. كله واحد حاجة بتقعد. عايز مين يعتذر لك يا احمد؟ مش على حاجة، مش عاوز مين يعتذر لي. والله اللي بيعتذر ده بيحترم نفسه اولا. طب افرض هو مش عايز يحترم نفسه؟ هو مش عاوز يحترم نفسه براحته. طب وهنسيبه كده يعني هيعتذر بدل ما يقول للاسف مره هيقولها 1000 مره. يا جامد انت يا مسيطر. طب انا عايز اعرف دلوقتي انت عايز مين يعتذر لك برضه؟ مش عاوز حد يعتذر لي، والله اللي بيعتذر لنفسه الباب مفتوح. يا ابني التليفون وقع من كتر الصدمه. انت مين اللي مزعلك؟ اهو التليفون اهو. مين اللي مزعلك واحنا نراضيك؟ والله ابدا ما فيش حد مزعلني، بس والله ولا الدنيا اللي اخطأ وبيعتذر عن خطأه قبلناه. طب مين اخر حد اعتذر لك؟ مين اخر حد؟ ما افتكرش ان انا اتخانقت مع حد او اتخانقت مع يا حد. عم هو اللي اتخانق معاه. يعني انت بقالك كام سنه عايش؟
انا بقالي كده عايش بقالي كتير. باقي لهم كام يعني؟ تديني كام سنه؟ يا سننك يعني مكتب الصحه، انا اقول بتاع 33. يعني انزلي شويه كمان. اقول بتاع 28. لا اطلعي تاني. هقول هنقفل السكه ونمشي ونسيبك. يعني 31 مثلا. ايوه 31. طب ها وبعدين؟ طب طب انا عايزه ذمتك يعني. بص، انت طلعت تعمل ايه في الحلقه؟ طلعت تسلم عليا. وايه تاني؟ تعالى هنا. بقول لك الكلمتين دول. يا سلام، على راسي على راسي يا حاج احمد، مصانع الغزل والنسيج كلها. بشكرك ونورتنا. باي باي. سلام. باي باي. والله العظيم انا مستمعيني في حته تانية اقسم بالله ما يقارنوا بحد. اتمنى اخويا الكبير يعتذر لي بس مش هقبل اعتذاره. مهندس فتحي، اذا حابه كلميني. طبعا حابه يا فندم. حبه ايه ده؟ انا عايزه اسمع طبعا، بس ازاي يعني؟ يا ريت كان ينفع اعتذر زي هبه وكنت ابوس ايديها وراسها كمان. ده رقم اخره 704. شفتي يا هبه بيقولوا لك ايه؟ شكرا على حسن العلاقات المصريه السودانيه دي. ده وليد. لا والسعوديه كمان، عندنا السعوديه، عندنا كذا بلد هنا مش تبقى عارف. في مين تاني نن. بقول لك يا سالي، الست الامريكانيه بتحلم بكلمه اسف وعصير ليمون. طب ما تجيب اي حاجه. بس سالي كوفي هو الوقت الترند ده بيبقى عشان تروح حاطه الصوره وقايله يعني he said that he's sorry and I'm drinking my coffee. عارف اللي هو الجو ده؟ ما هو لعلمك في ستات يعني مهما كبرت، احنا كلنا مهما كبرنا عايزين نروح باي، عايزين نروح الملاهي. يعني هو مش صعب ان انا اقول كده. عايزه حد يشيلني قبح مثلا. اكيد كلنا يعني مهما كبرنا بيبقى جواك الطموح ده، يعتذرني يعتذر لي ويشيلني قبح. بس ده 1927 ده رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 38355962 او كمان ممكن تبعتوا لنا على الفان بيج ميجا اف ام 92.7. نفسك في مين يعتذر لك خلاص وتقعد ايه بقى ويعزمني على قهوه؟ يعني مش عايزاك تعتذر لي بس. يا محمد الو. محمد قفل ضحك عليا يا جماعه. محمد اتكلم فبيقول لي ايه؟ هو انت سالي بجد؟ فقلت له عادي، انا كنت بس عايزه اعرف انه في مذيعه تلقائيه دمها خفيف كده على الحقيقه. انا مش ممكن. انت خلصت المراقبه اللي عليك ولا تداري انت؟ ايوه من شهر. هتداري انا بس. قلت له طب اطلع معايا. قلت لها اجيبها برضاك تطلع ولا اجيبها من براك؟ ما انا ما هطلعك برضو، ما انا اعرف اجيب الرقم يعني. طب ما هنعمل فيك ايه؟ طب استنى ما نشوف هو ولا لا اللي بيتكلم على الهوا. الو، انت محمد تاني؟ انت مين؟ طب تعالى يا ابني عشان التليفون قطع، اطلع معانا يلا. والله العظيم مش طبيعي اللي بيحصل ده على الهوا. يا شريف الو. يا شريف، انا التليفون قطع معايا مع اني معايا تليفون تاني. والله هو حظي الحلو ان انت اللي رديتي عليا طبعا. انت بتشتغل ايه يا شريف؟ انا مشرف معماري. اوبا، يعني بتقعد تبني كباري انك مشرف. ايوه تبني مباني. الله ينور عليك. اللهم صل على وعايزين النبي. نبني في شقه كده تقعدي فيها لوحدك عشان تخلصي من الناس اللي بيقعدوا يتصلوا عليك ويقعدوا يرخموا عليك والله العظيم. دول. واخلص من البيت كمان. انا عايز اعمل حاجه طبيعيه. والله العظيم اخلص من الدنيا كلها يا اخويا وهج. اول حاجه احنا عايزين نعتذر لك انت. ليه بقى؟ انا عايزه حد يعتذر لي فعلا. ليه؟ علشان طبعا احنا مزهقينك معانا. دي حقيقه، بس انتوا رزق فما بنطقش بقى، لان ممكن اقعد في البيت واعيط لوحدي فربنا بقى يعني الجمهور الفرفوش رزق. طبعا يا لهوي. ده انا عندي حبه توكلي على الله اهو. انا مستمعيني شبه يابا اهو. كلهم شبهك بالظبط. والله العظيم تسلم لي ونورتني وعلى راسي والله العظيم. حبيبي ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ميرسي. مع الف سلامه. باي باي. الو يا مهندس فتحي. ايوه بس ما تثيرش فضولي كمذيعه، وانا اكيد مذيعه فضوليه فلازم همشي ورا الحقيقه. برنامج انا الحقيقه دائما وابدا بثير فضولك. ايه بقى؟ مش عايز اخوك يعتذر لك وانت تقول له لا ليه؟ شخرمني. شخرمك ازاي؟ بقول لك ايه، خد الورث كله فلوس دروس ولا ايه؟ عمل فيك ايه؟ لا والله يعني خد الشركه بتاعتي تمام. اللي انا اللي عاملها بفلوسي وكل حاجه راح فين؟ راح فين؟ يعني الموضوع كبير يعني. ايه؟ راح فين بالشركه؟ خدها وراح فين؟ خدها لحسابه يعني. يعني كانت ريليشن شيب، هو خد الشيب وانت رجعت عوم. ماركتنج شيب. ها؟ بقول لك ايه، انت اصغر بقد ايه؟ ب8 سنين. طب وانت قلت له ايه؟ يعني ايه رد فعلك؟ ما قلتلوش حاجه والله، اديت له ظهري ومشيت يعني. مش بس خلاص كده معقول؟ لو حد غريب تمام انا هعرف هعمل ايه. طب من غير حتى ما تغلط فيه وتجري؟ لا اخويا اعمل ايه؟ اخويا ايه؟ اخويا كل فلوسي. بص هتحول اهو في ثانيه. طب امسك فيها تاني؟ لا بس اقول له بالراحه، اقول له على فكره ممكن اقول حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يجيب لي حق.
ماشي انا قلت كده بس ما انا هغيظه، بس اقولها له في وشه، هغيظه. معلش اصل كبيري وكبيره مات، الله يرحمه. الله يرحمه. طب ومامتك فين؟ لا مامتي لا حول له ولا قوه. لا، ما على الاقل تديله كلمتين، ترزع كلمتين وهي قاعده. لا مفيش الكلام دوت يعني مفيش. طب بقول لك ايه، طب انت ما تقول له خلاص تعالى نبقى شركاء وبعد كده زحلقه وخد حاجتك. مفيش الكلام ده بقى، يعني انا مش بتاع كده، فهو الموضوع هو يعني ايه اللي مش بتاع كده؟ ما هو اتأخذ بالقوه ناخده بالراحه. ما هو ما هو مفيش حل، يعني انا جبت لك كرسي جوه المحل بتاعك، خد الكرسي لحد ما تاخد المحل كله. ده انت خدي التقيله بقى. ايه؟ تمام مش عايز يشاركك. لا التقيله بقى، ثواني بقى التقيله. ايه؟ تمام. انا كان اخو صاحبي تمام كان عنده شقه وكده، فمش هيتجوز دلوقتي، فانا اخدتها وفرشتها. ولا خد شقه صاحبك كمان؟ لا 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 لا، وجبت مكاتب وبروجيكتور وبتاع وداتا شو حاجات كتير تمام، واشتغلت وكله تمام. اوكي بس فهو هيتجوز وكده، فقلت رحت لاخويا قلت له انا هاجر منك نص المكتب وهديك ايجاره يعني كمان. هو مكتبك اساسا؟ او هو مكتبي اساسا. قال لك ايه بقى؟ قال لك مش عايز الاشكال دي تشاركني. ليه في ايه؟ استني بس ممكن اقعد اضحك بس. تمام. رجعت له واختي الكبيره صالحتنا على بعض وكله تمام. ماشي تمام يا معلم. صحيت لقيت المرتبه بره. عمل ايه بقى؟ شهرين قعدت معاه وبتاع وكده اوكي، واشتغلت وكله تمام. جت الكورونا. فانا يعني صرفت كل الفلوس اللي معايا. ماشي. انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه يا فتحي؟ 37 38. طب انت مش صغير يابا. مش صغير. انا كنت هاجي لك انا اجيب لك حقك وانا اصغر منك. بس الكورونا دي فانا ايه خلصت الفلوس اللي معايا كلها، يعني مفيش اي شغل اطلاقا في 6 شهور. تمام. بس فقلت ان انا سلفني. قلت هبيع حاجه من هبيع مكتب يا سيدي، هبيع البروجيكتور، هبيع كرسيين، الكمبيوتر، هبيع مش عارف ايه. قال لك ايه بقى؟ تمام. قال لك اشتري منك. لا لقيته باعهم. لا طبعا. قسما بالله. يعني انت اشتريت العتبه؟ قسما بالله. طب انت بتكلمه ولا مقموص؟ مقموص ايه؟ انا بقول لك انا رايح له عشان اخد مفتاح المكتب واخد حاجه عشان خاطر ابيعها، لقيته بيقول لي ان هو باعهم. طب فين فلوسهم؟ طب مش مهم، انا مسامحك انك بعتهم يا سيدي، فين فلوسهم؟ صرفهم، باعهم لنفسه. سالي انا كان هيجي لي جلطه، رحت اخد حقن الضغط تمام، ركبت عربيتي ومشيت. يا ابني الفلوس بتروح وتيجي يا ابني، المهم العزوه راحت. يا سالي الصدمه ايه طز في كل حاجه. ايوه الصدمه طبعا ان انا صحابي كلهم مثلا يقفوا جنبي، زوجتي مش عارف ايه، اختي تقف جنبي، جوز اختي تقف، لكن الاخ الكبير برضه ظهر. طبعا طبعا. تمام. لما بعد ما والدي الله يرحمه توفى تمام، واخويا الكبير يعني لا ده انت المفروض انت تحوينا، احنا 3 انا واختي وهو يعني مالكوش غير بعض. بس بقول لك المال الحرام ما بيدومش يا ابني. ما هو يعني حسبي الله ونعم الوكيل بامانه. تمام. يا لهوي دي كفيله ان هي تشيله من على وش الارض. انا اول مره في حياتي قسما بالله، بصي عمل فيا كتير قسما بالله، اول مره في حياتي تمام اصلي واسجد ويعني وادعي واقول حسبي الله ونعم. طب وبقول لك ايه، ولو قال لك انا اسف سامحني؟ لا سوري يعني مفيش اسف، ده خدني ولفات مؤلفه تمام. الا الفلوس يا اخي، عض قلبي ولا تعض رغيف يا اخي. لا خالص والله يا سالي. المشكله في ايه؟ المشكله ان هو مش بيأذيني انا بس، لا ده بيأذي عيله، يعني انت ومراتك وولادك وولادي ال3. طبعا مش انا بس. لا ربنا يرجع لك حقك بجد يا فتحي، ونورتني وعلى راسي، واوعى تعيا، سيبها على الله يا عم، ما ورناش حاجه. انا مبسوط اني كلمتك على راسي. ثانك يو، ميرسي، باي باي باي. والله العظيم اعتذار ايه ده؟ انا يلا 5 صراحه بسرعه، يلا خد اما اقول لك. تعالى انا عايز اقول لك على حاجه. لا انت هتضربي انا. لا مش هضربك، هعرفك غلطك بالشياكه. تعالى. هتضربي والله. 5 صراحه، هنتكلم بالراحه. بقول لكم ايه، يعني انا عملت الحلقه دي عشان عارف الشتاء بتبقى بدايه النحنحه، الشتاء كده لو انت مالكش قريب ولا حبيب ولا غريب، تبقى قاعد زعلان كده، تلاقي الدنيا بتمطر، تلاقي نفسك لوحدك، تبقى بتشرب كافي تلاقي نفسك لوحدك. فقلت عايزه حد يعتذر لي، انا مش عايزه اعتذارات. تخيلوا انا ترفعت عن الاعتذارات، ما بتجيبش همها
وبعد ما يعتذروا طب ما انا عارفه ان هم اسفين، ها هنستفاد ايه بقى؟ بس بتسمع يعني بص بتسمع حاجات في المجتمع تصدمك، يعني اللي هو يا نحله لا تقرصيني ولا عايزه منك عسل، مش عايزه من حد حاجه، لا حد يجيب لي حاجه ولا يجيب لي حد حاجه. بس انا لو حد يعتذر لي على انه كذب عليا، ضحك عليا. في ناس انا امنت لهم قوي وكذبوا عليا وانا عارفه الحقيقه وقاعده بتفرج، واقسم بالله لو طلع اللي في دماغي صح او لو طلع اللي بيتقال لي صح، مش ما هو احيانا بقعد اقول مش هقبل اعتذار بس الوقت معين، يعني ما تزودهاش قوي عشان الاعتذار لما بيزيد كده انه انا ببقى مستنيه ما ببقاش عايزاه خالص، خلاص بلاها اعتذار ثانك يو، ومش عايزه كافي حتى، عايزين اعتذار بس يعني. بس حد يعتذر لنا نقطة طول يعني مش هيودي ولا هيجيب يعني. بعدين الواحد بيسامح بس ما بينساش، ودي اوحش حاجه على فكره، دي ممكن تكون خصله من الخصال الوحشه جدا. ساعات بقعد اقول يا رب نسيني الوحش يعني، او اي حد ما بينساش الوحش، مش هتفرق. عايزين حد يعتذر لنا والله. مين بقى؟ ما تعتذروا لي كلكم، اعتذروا لي على اللي انتوا بتعملوه فيا. انا بحبكم جدا وتوحشوني، استنوني بكره وخلاص كده بقى. احنا بقى نتقابل بقى على موبايلات بقى، ها توحشوني. باي باي.